السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على حضراتكم، تحياتي ليكم. ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات ولايك وشير علشان المعلومة توصل لغيرك. أول حاجة هبدأ بيها أقول لك تاني، بن رمضان أهلاوي أشرف داري تمت رسميا. الناس اللي متابعاني تاني، أنا بقول لأكتر من مرة يا جماعة اتكلمت، الناس اللي متابعاني تقدر عارفة أنا قلت قبل كده إيه وملتزم بكلمتي، حتى في صفقة يحيى عطية الله، حتى لما الإعلاميين قالوا الصفقات دي بتفشل كنت عندي كلامي والحمد لله. انا مش بتكلم يعني واقول عشان برضو انا راجل على قد، يعني مش زي الناس الاعلاميين والناس الصحفيين الكبار اللي لما بيقولوا الصفقه فشلت لما بتتم بيقول لك انا اول واحد انفرطت. انا مش بقول كده خالص، ولكن انا باكد الحمد لله يعني ان انا بجتهد وبشتغل، وباكد لك بن رمضان اهلاوي. وقلت في الفيديو بتاعي امبارح اشرف داري هنزل لك النهارده صوره بالمنشور اللي انا كنت منزل فيه الخبر برضو من كام يوم انه اهلاوي، هنزله لحضرتك هنا. وبين رمضان صفحتي، الناس اللي اول مره تشوف الفيديو هتشوف الصفحه دلوقتي فيها كام منشور وكام فيديو، وانا مصر على كلامي. طيب، المهاجم هيكون فلسطيني. قلت في الفيديو بتاع امبارح الاهلي مخلص مع عمر فرج، لو كولر رفض عمر فرج هيبقى واحد من الاثنين دول، ساليتش او عدي الدباغ او عمر فرج اللي خلصان. انتظروا احلى تيكي تاكا، انتظر احلى سرينا بالاعلان عن الصفقات، والمهاجم هيكون فلسطيني. تحياتي ليكم، اتمنى دعمكم، اتمنى اللي شايف واللي اول مره يشوفني يخش على صفحتي ومن اخباري، ان كنت استاهل الدعم مستني دعم حضرتك. تحياتي ليكم، سلام عليكم.